ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفينا فيه. انا جيت بقى معاكم كده اعمل معاكم فطار. انا عملت الفيديو اللي فات فطار وغدا مع بعض، بس المره دي فطار بس. قلت كده اعمل شويه حاجات معاكم، حاجات كده تفتح نفسكم، ويلا تشجعوا وقوموا شوفوا انتوا هتعملوا ايه. كده انا بقشر بطاطس عشان اسلقها ونهركها مع بعض. يلا بينا نشوف احنا بنعمل ايه. طبعا ما تزهقوش بقى، انا قلت اي حاجه اعملها واصورها واطلعها معاكم، ويوم بعد يوم ان شاء الله هنزل معاكم فيديوهات ونعمل مع بعض كل حاجه. عشان كده انا اتاخرت في الفيديوهات وقلت بقى اعوض كل اللي فاتني ونعمل مع بعض كل حاجه. كده انا خلاص قشرتهم اهو، هغسلها بقى غسله نضيفه كده عشان خاطر بيبقى فيها نشا وتراب مطرح القشر. حطيت شويه ميه كانوا بيغلوا، تحط شويه ملح كده. بقى هعمل الدقه بتاعه البتنجان والفلفل. نحط قرن فلفل بارد ونحط نص قرن فلفل حراق عشان يدي ريحه بس كده، اللي هو ايه، زي سنه بسيطه بس شطه. ونخرط طماطم عشان هنعمل طبعا مش بقوطه، وهعمل فول بقوطه معاكم، وهاخد شويه للدقه. يلا بقى ما تنسوش بقى تدوسوا لايك كده. كده انا خرطت الطماطم خلاص. هاخد بقى شويه للمش. المش ده انا جايباه من السوق بس طعمه حلو يعني. حطيت بقى شويه زيت صغيرين. هاخد معلقه، هو تقيل اصلا وخام المش دوت، فانا باخد معلقه صغيره يا دوبك على قد الطبق، ما كترش عشان هو حادق وحراق. زودت معلقه طماطم كمان. ده طبعا مسقعه وبابا غنوج، يعني حاجات بتيجي من مطعم من بره بنزود بيها الفطور. كده بنخرط بصلتين بقى، واحده هعمل بيها البطاطس وواحده هعمل بيها الفوله بقوطه. عشان البطاطس عندي كريم بياكلها لما احمر البطاطس البصله مع قرن فلفل كده وهركها بالبطاطس بتبقى طعمها جميل. شجعوني بقى كده عشان اطلع على طول اعمل فيديوهات معاكم، وما نعطلش بعضينا كده، ونعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله. اغسل الفلفل اللي انا هحطه، واغسل البتنجان هقليه برضو، والفلفل هوضب الحاجه بتاعتي واجهزها عشان تبقى جاهزه على العمايل على طول. طبعا ما فيش مطبخ من غير مواعين. بص بقى، بتنجانه هعملها 4 حتت عشان هي كبيره، هتعمل معايا كميه كبيره. شجعوني بس كده عشان اظبط معاكم الوقت بتاع الفيديوهات وانزل معاكم فيديوهات كتير. اي حاجه هعملها ان شاء الله اصورها وانزلها، سواء فطار سواء غدا سواء روتين، اي حاجه ان شاء الله هعملها معاكم. كده كنت دقينا الدقه بقى، وحطيت عليها معلقتين طماطم، وحط عليها شويه ملح وشويه كمون، واعصر عليها ليمونه. بدعك الليمون عشان تديني ايه، شويه ميه كده حلوين، عشان الليمونه كانت ناشفه بس. اما اعملها بالسكينه بتنزل كل الميه اللي فيها. غرام بقى واقفه معايا عماله تقول لايك لايك، بس ايديها مش باينه، هتظهر لكم دلوقتي. كده حطيت شويه كمون اهي، شفت ظهرت، بتقولكوا دوسوا لايك. كده بقى جهزتها للبتنجان عشان اول ما يطلع احياه على طول. خرط بصلايه للبطاطس، بجد كانت طعمها جميل جدا. طبعا محمد مش معايا عشان يقول لكم طعم الاكل، اللي الفيديو اللي فات قال لكم طعم الاكل كان جميل. دلوقتي مش قاعد معايا، ولا هو ولا احمد. حط بقى حته فلفل حراقه كده تديها طعم. كده البطاطس خلاص استوت، والبتنجان برضو استوى. شيل بقى البطاطس واجي احط البصله. كده حطيت بقى معلقه زيت صغيره عشان اشوح بيها البصله وقرن الفلفل عشان تبقى خفيفه معايا مع البطاطس. هطلع بقى البتنجان دوت عشان استوى. حط حته فلفل رومي كده،
هحط حته حراقه وحته رومي، تبقى حلوه معايا كده للبطاطس، تديها طعم. عامه الفلفل لما تشوحيه مع البصلايه يديكي طعم حلو جدا. طبعا في جنب هدوء عشان ما فيش حد قاعد معايا، لو قاعدين معايا طبعا كانوا هيفضلوا كل شويه يتكلموا زي الفيديو اللي فات. كده بقى للفلفل بقى الرومي، خرط بقى حته رومي كده تتشوح مع البصلايه. بقرم زعلانه. كده خلاص حطيت حته رومي برضو مع الفلفل الحراق. عامه الاكل لو حراق بيتاكل، يعني بيدي طعم حلو وبيتاكل. كده غرام بقى قالت لي ايه انت بتعملي الفطار، انا هغسل لك الازايز واملاها، واقفه بتساعدني. حط لها لايك بقى عشان هي بتساعدني. كده هنخلي البتنجال بقى، خلاص خلصت البتنجال والفلفل. كان سخن طبعا، حبيت اخلله بايديا بس لقيته سخن، لا يعني ما قدرتش امسك البتنجاله يعني. كده الفلفل خرط حبيتين طماطم كده بيدوا طعم جميل. الطماطم المخلله بتديكي طعم حلو. حط واحده عند البتنجال واحده مع الفلفل. بصوا بقى المنظر، زوقي الاكل بتاعك هيفتح نفسك على الاكل، وهتلاقي طعم حلو والشكل جميل. العين بتاكل قبل البق طبعا. كده البطاطس ههركها. ما عنديش بقى ما عنديش الهراسه، بعملها بالكوبايه بتبقى جميله، بتنعم لي البطاطس وما بتخليش فيها حتت جامده ولا حاجه. كده خلاص البصله احمرت بتاعت البطاطس. طبعا كنت حاطه شويه ملح مع البصله. عملت ايه يا روما؟ شاطره، برافو عليك. قلت اللي انت هنا بتساعديني على فكره. تعالوا قولوا لهم دوسوا لايك. لا مش سامعين. هنا تعالي هنا. دوسوا لها لايك بقى. اصلا غرام كانت تعبانه وكانت واخده دور كده، الحمد لله قامت منه بالسلامه. كلنا كنا واخدينه يعني الحمد لله. الدور اللي كان ماشي دوت الناس كلها خدته، مصر كلها يعتبر خدت الدور البرد دوت. الحمد لله ان هو عدى بخير وسلامه وربنا يسترها. كده اعمل البصله التانية للفول عشان يدينا طعم حلو كده. حطيت بقى حته فلفل رومي، طبعا هخليه سبايسي عن البطاطس. يعني دلوقتي اي حاجه بعملها بحط فيها قرن فلفل حراق. اهو احمد جه. نعم. ينفع نعمل ده؟ ينفع. تعالوا اقول لهم دوسوا لايك. قول دوسوا لايك. دوسوا لايك. يلا شكرا. دوسوا له لايك بقى. طبعا هتقولوا لي ما انت عامله فطار لسه منزلاه مع غدا، فطبعا انا الفطار دوت انا منوعه فيه، عامله فيه حاجات كتير عن الفطار اللي بتاع الفيديو اللي فات، وقلت ايه حاجات حلوه كده. بصوا بقى خلصنا الفطار بس كان لسه بقى طبعا بكمل فيه، فقلت ايه الم شويه المواعين اللي على الحوض كده عشان يبقى معايا المطبخ نضيف والدنيا تبقى رايقه، ما احسش ان الدنيا زحمه معايا. طبعا غرام لما ملت الازايز شجعتني برضو ان انا اشطب الحوض. واحده بتقول لي ايه بقى انت بتغسلي المواعين ليه بتحطيها في الحوض عشان تشطفيها؟ طبعا انا بعد ما بخلص بصبن الحوض، والمواعين اللي انا بدعكها بحطها في الحوض بتشطف معاكي. اولا على ما بتيجي تشطفي الطبق بتكون الصابون نزل معاكي والدنيا بتبقى نظيفه، وبتشطفيها شطفه تاني يعني. المطبخ لازم يكون معاكي رايق عشان الدنيا تبقى نظيفه. وطبعا هتقعدي تفطري حواليك الدنيا نظيفه، مش هيبقى فيها الا المواعين بتاعت الفطار بس. عايزه اعمل لكم روتينات ان شاء الله عشان نبقى مع بعض كده ونقوم نشجع بعضينا بقى. لازم يخش يختم على البيت كله. كده بقى حطيت ايه شويه كزبره. ماشي خلاص هنبتدي حضانه بقى، بيجهزوا حاجتهم عشان اروح الحضانه. طبعا لسه الحضانه الاسبوع الجاي. كده بقى بصلايه مع الفطار الجميل اللي احنا عاملينه، هنخرط بصلايه ونحط معاها حبايه، هنحط بصي القطه واكله الدماغ، الحاجه رافعه الطريقه غبيه بصراحه. هعصر ليمونه، وحنين حطت شويه ملح. بصي حنين كانت فرحانه بالعلبه. خلاص يا حنين كفايه ملح. كده بقى عصرت ليمونه اهو مع شويه الملح، واديها سنه ميه بسيطه طعمها جميله.
شوفي بقى، ما تقف على عربيه فول بقى ويديك الطلب بتاعك ومعاها البصلايه. كده بقى خرطت حته فلفل حراق مع بيضه بلدي، احط عليها شويه كمون واقلبها كويس كده، واحط عليها طبعا الطعميه. احنا عشق الطعميه، لازم على الفطار يكون في طعميه. صح يا غرام؟ تحبيها؟ شفت غرام بتعشقها. قلب بقى الميكس كده جامد، لازم تخلي البيضه تتدخل مع الطعميه بتاعتك. بصي شكل الفطار بامانه يفتح النفس. قومي بقى تشجعي كده. بصراحه انا ما كنتش هصور فيديو الفطار دوت، انا قلت انا عامله الفطار، بس البنات شجعوني وقالوا لي ما انت صورتي الفطار. وقلت ايه، لا خلاص طالما كده هم مشجعيني لازم اقوم واعمل كل حاجه. بصراحه ربنا هم اللي مشجعيني، يعني انا كنت كسلانه عن التصوير، وهم قالوا لي لا قومي بقى تشجعي ونجهز فطار وننوع. طبعا المره اللي فاتت عامله فول عادي، المره دي بقوطه، والطعميه طبعا مختلفه فيها حته فلفل، بس كانت مديها طعم بصراحه. كده بقى نملى الكولمن بتاعنا. بملى كوبايه كده من بالليل. على فكره مش حطاها على الكولمن عشان ما تفتكروش ان انا بغسلها على الكولمن. شفتوا زيحه الحنفيه. بصوا بقى الجمال، اول مره يشوف القناه بتاعتنا ينزل يشترك في القناه.